صالح زمنان، المايسترو القدير ناير ناجي، والسوبرانو القديرة دينا اسكندر. يدير هذا اللقاء الممثل والمخرج المسرحي والإعلامي الأستاذ محمد فاضل اللباني. مساء الخير على حضراتكم جميعا. اهلا وسهلا بكم في معرض القاهره الدولي للكتاب. يسعدني وشرفني وجودكم معانا النهارده في هذه الندوه اللي بتقام ضمن فعاليات معرض القاهره الدولي للكتاب وفي اطار محور التجارب الثقافيه. الندوه النهارده بعنوان زرقاء اليمامه، اول اوبرا سعوديه. مش مجرد احتفاء بعرض فني ولا هي قراءه ندويه نقديه تحليليه، لكنها محاولة إنها تفتح حوار حقيقي حوالين تجربة ثقافية مركبة. تجربة بتجمع بين الأسطورة العربية والنص الشعري وفن الأوبرا كفن عالمي، وبين إنتاج ضخم عابر للحدود. إحنا بنتكلم النهاردة عن تجربة بتسأل أسئلة مهمة جدا عن اللغة والهوية وإمكانية حضور الأوبرا العربية في المشهد الثقافي العالمي. والأهم من الحوار ده بيحصل هنا في معرض القاهرة الدولي للكتاب، اللي مبقاش بس معرض كتب، لكن بقت منصة حقيقية للحوار الفكري والفني ومساحة للالتقاء بين التجارب العربية والدولية. وجود ندوة زي دي داخل المعرض بيعكس فكرة إن الثقافة مش نوع واحد، وإن الكتاب والمسرح والموسيقى والأوبرا كلهم بيكملوا بعض. اسمحوا لي في البداية نتقدم بخالص الشكر والتقدير للقائمين على معرض القاهرة الدولي للكتاب، وعلى رأسهم الدكتور أحمد رجاهد المدير التنفيذي لمعرض الكتاب. على هذا البرنامج الثقافي المتنوع والمفتوح اللي بيقدمه المعرض السنة دي. كما نتقدم بالشكر لمعالي وزير الثقافة الأستاذ الدكتور أحمد فؤاد هنو على الدعم المستمر للفعاليات الثقافية والفنية والاهتمام بفتح مساحات حوار جديدة حول الفنون الجادة والتجارب الكبرى في عالمنا العربي. يعني خلوني في البداية أرحب بالسادة اللي على المنصة، ضيوف هذه الندوة والمتحدثين اللي بيجمعوا بين صناعة التجربة وقراءتها وتحليلها من زوايا مختلفة. يسعدنا ويشرفنا إنه يكون معانا النهارده الأستاذ صالح زمنان، شاعر وكاتب مسرحي سعودي ومؤلف أوبرا زرقاء اليمامة. الحقيقة إن الأستاذ صالح من الأسماء البارزة في الاشتغال على التراث والأسطورة العربية داخل الكتابة المسرحية والشعرية. وتجربته في زرقاء اليمامة بتعد تجربة فريدة في تحويل الأسطورة إلى نص أوبرالي عربي مكتوب ومغنى. كما يشرفنا وجود الدكتور مدحت الكاشف، أستاذ التمثيل والإخراج بالمعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون، وعميد المعهد الفنون المسرحية السابق بالأكاديمية. دكتور مدحت طبعا له إسهامات أكاديمية ونقدية مهمة، ووجوده معنا النهارده بيمنح الندوة زاوية تحليلية ونقدية تساعدنا نفهم التجربة مش بس كعرض، لكن كحدث مسرحي وفني متكامل. معانا أيضا المايسترو الكبير ناير ناجي، موسيقار ومايسترو مصري قاد الأوركسترا في أوبرا زرقاء اليمامة في عدد من العروض. والحقيقة إن المايسترو ناير ناجي بيمثل جانب التنفيذ الموسيقي للتجربة وتحديات قيادة أوركسترا لعمل أوبرالي باللغة العربية، وهو شاهد مباشر على الكواليس والتفاصيل الموسيقية الدقيقة للعمل. بنرحب أيضا بالفنانة دينا اسكندر، المغنية الأوبرالية أدت دور عفيرة في أوبرا زرقاء اليمامة بعدة عروض. هتشاركنا النهارده بتجربة الأداء والغناء الإوبرالي بالعربية والتحديات الفنية والتمثيلية في تقديم شخصية مأساوية داخل قالب أوبرالي. ومن هنا هنبدأ الحوار بمحاولة الاقتراب من لحظة التأسيس الأولى للتجربة، النص والأسطورة واختيار الأوبرا كشكل فني. هنبدأ بالأستاذ صالح حول شهادة إبداعية حول الأوبرا. مرحبا، مساء الخير جميعا. طبعا كل الجلال والاحترام لمقام وزارة الثقافة المصرية بإدارة معرض الكتاب على رأسها أستاذي الدكتور أحمد مجاهد على هذه الدعوة وعلى هذه الندوة، وهذا الذي أراه صراحة يعني احتفاء من
من جهة الفن العربية الكبرى طبعا مصر الحبيبة. أنا سأحاول اقتضبت هذه التي يمكن أسميها شهادة كما قال الأستاذ محمد. أنا عندما كتبت أبرز زرقاء اليمامة كان هذا في عام 2019-2020، فكنت قد كتبتها في البدء على شكل نص طويل جدا بالنسبة لفن الأوبرا، لكنه لم يكن طويلا بالنسبة لي، بدأ مختصرا مكثفا لتلك الأسطورة الأخاذة ولقصة تلك المرأة المذهلة التي كانت في وسط الجزيرة العربية تصنع الأعاجيب، فتبصر شعرها البيضاء في اللبن وتنظر للراكب على مسيرة 3 أيام وتلقي بالنبوءات شعرا على قبائلها. إن كتابة المسرح الشعري أو الأوبرا تعني كتابة الحوارات شعرا، وليس هنالك فن يتسق مع ثقافة العرب وذهنيتهم وأدواتهم الحضارية مثل الشعر، جعلوه مبكرا واحدا من متون حضارتهم وجامعا لتاريخهم لأيامهم، هو ترجانة الميثولوجيا العجيبة التي توسع تراثهم على مر الأجيال والدول والحضارات. لقد آمنت أن صوت زرقاء اليمامة سينتقل بشكل أعمق وأوضح عبر الشعر على ذات المنوال الذي حفظت في قصتها وأسطورتها في التراث العربي، فلا يكاد يأتي ذكرها في كتب التراث حتى يتخلل ذلك شعرا على لسانها وألسنة الشخصيات التي في حكاياتها، أو منقولة عن شعراء لاحقين يتناولون زرقاء اليمامة أو يستعيرون المغزى المتعدد من حكاياتها، من الأعشاء حتى أمل دنقل كما تعلمون. والله زرقاء اليمامة تستدعى دوما في القصيدة العربية. أقول إلا أن فن الأوبرا يفيض على المسرحية الغنائية الشعرية بالتمييز الصوتي والخصوصية الصوتية التي نسميها الأوبرالية، وهي ما كانت تتسق أيضا مع حكاية مأساة زرقاء اليمامة. من وجهة نظري قد كان صوت زرقاء اليمامة حزنا أبديا وحسرة تقطع الدهور جميعها حتى الأبد، ولم يكن صوتها ذلك ليقارب التمثيل اليوم إلا أن يكون غناء أوبراليا تتوزع هاته وفجائع في طبقات الميزو سوبران، والتي غنتها سارة كلونيل وهي تجسد شخصية زرقاء اليمامة. تقول هزيلة: أي صوت ذاك يا زرقاء، أي هول، أي رعب يطرق الأنحاء، أي صوت خبرينا ما الذي في الأفق يا زرقاء. تجيبها زرقاء اليمامة: ليس صوت العشق أو صوت الرجاء، ليس صوت الحلم أو صوت الغناء، صوت موت عارم، صوت فناء، صوت ظلم غاشم، صوت بلاء، وغدا لا تصمو تبقى لا جديس، فكلا الحيين ساروا بالفناء. إن أهمية زرقاء اليمامة هذه الشخصية الأخاذة لتكون أول أوبرا سعودية ليست في قصة بصرها الخارج الذي يفوق حواس الناس فحسب، بل في بصيرتها النافذة وقدرتها على التأويل ورأيها الحكيم، أنها تجسد بشكل مذهل الاجتماع التمييز أو التميز في اللفظتين العربيتين المتجانستين البصر والبصيرة. وهكذا صارت زرقاء اليمامة رمزا أبديا وشامخا وعميقا للمرأة بوصفها تشييدا الحياة والسلام والأرض ومصدرا أصيلا للشعر. يقول الشاعر العربي الكبير ابن دنقل: أيتها العرافة المقدسة جئت، أيتها العرافة المقدسة جئت إليك مثخنا بالطعنات والدماء أزحف في معاقب القتلى، وفوق الجثث المكدسة منكسر السيف مغفر الجبين، والأعضاء أسأل يا زرقاء عن فمك الياقوت عن نبوءة العذراء. بلى يا سادة، لقد نمت زرقاء اليمامة باكرا في الكتاب العربي كأسطورة وعبرت الدهور والأجيال، وصارت رغم ذهابها في غيب التاريخ الحزين الأقدم معلما ورمزا لتاريخ وأرض اليمامة وسط شبه الجزيرة العربية التي هي دار الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية. رغم استمرار زرقاء اليمامة تذكارا مأساويا لما تفعله الحروب وما يخلفه الظلم والتجبر، ظلت صورة خالدة لجمال المرأة العربية
شاعريتها، حكمتها، عنفوانها، استمرت اسطورتها الآسرة شاهدا على عبقرية المخيلة لمجتمع شبه الجزيرة العربية. هذا المكان الذي هو قلب العالم القديم الذي سطعت منه ممالك اللغة وحضارات الشعر، فكان بالضرورة فردوس الميثولوجيا وموطنها الخصيب. فرق هنا أن كتب التراث العربي أوردت نبأ أسطورة زرقاء بإيجاز، ومع هذا جاءت المروية مليئة بالمفارقة ومليئة بالتراجيديا، كما تضمنت في داخلها بؤرا درامية في غاية التوتر والسقع. أضف إلى هذا أن بطلت هذه الحكاية امرأة، وليست امرأة عادية بل حكيمة وشاعرة استماتت على أطفاء نار الثار والإبادة بين القبيلتين قزم وجديس. لقد حملت الدراما والتراجيديا في مرويات زرقاء اليمامة من الثراء الجمالي مما استوقفني لأذهل من نبعها وأستلهم من أسطورتها، خاصة أنها تتماس مع الاتجاه المسرحي الذي يعني لا يخفى أني يحبه وأهتم به، والقائم يعني على الحفريات الجمالية في شبه الجزيرة العربية. أرى في بعض وجوهكم ملل يبدو، فسأتوقف عن القراءة وسأتحدث. هذا المشروع يعني لعلي ينشر هذا، وهي موجودة هذه الشهادة في الكتاب بشكل أكثر اتساعا. ما أريد أن أقوله باختصار أن هذا المشروع كان ما يميزه أنه خرج من منابت جمالية أصيلة لجزيرة العرب، فأن تتصدر الرياض مثل هذا المشروع الذي كان يعتبر في أوجه كمغامرة، لكنه انتهى إلى أو خلال 3 سنوات من العمل بقيادة طبعا أستاذي الأجل الموجود معنا اليوم، شرفنا بحضور الأستاذ سلطان الباسعي كرئيس هيئة المسرح والفنون الأدائية هبان. هذا المشروع كان مشرف العام على المشروع. كانت مغامرة، وأذكر حتى كان في هناك سخرية على بعض أطاريحي حول المشروع في ذلك الوقت، ولكنه تام. ما يميز ذلك المشروع أنه كان انتقال ما بين الحفريات الجمالية يعني الصادقة اللي اشتغلت عليها، ثم تفككت هذه الجماليات مرة أخرى داخل مشروع ضخم وجود فيه ترسانة هائلة من المبدعين على مستوى العالم، وطبعا منهم أحبابي الموجودين معي اليوم مايسترو نايف وديب. ترسانة هائلة من المبدعين كانوا من 22 دولة حول العالم. فكان العمل خلال هذه السنوات يعني 3 سنوات فعليا نعمل في 3 مدن متباعدة حول العالم. عرفت باكرا أن لدي مشكلة في النص. أنا كتبت نص طويل جدا على موازين الفن الأوبرا أحتاج إلى 8 ساعات عرض. فعندما كان لابد الانتقال إلى العمل الدراماتورجي الفاتح بالنسبة لي، يعني مضطر أن أقلم يعني هذا النص الطويل والكبير. انفجعت لأن هذا الفن هو بعيد كل البعد عن القصص المسرحية التي أعرفها. على سبيل المثال أنا تعددت الشخصيات، عندي 18 شخصية رئيسية، لكم أن تتخيلوا أن في كتابة الإبرد لا يوجد لديك إلا 7 شخصيات فقط. لا يمكن أن تتجاوز هذا، لأن الشخصية في فن الأوبرا هي قائمة على الصوت، فهناك 7 أصوات بشرية، 3 نسائية و4 رجالية. كنت أمام مصيبة، يعني يجب أن أدمج شخصيات، يجب أن أحدد النتيجة لهذا التفكيك الثاني للعمل أننا أصبحنا أمام مشاكل أخرى غير المشاكل الموسيقية. إذا كانت الموسيقى أصلا
والغنى هي روح هذا الفن وهي معناها بشكل وتقدير. إلا أنه في السنوات الأخيرة أصبح الإخراج في فن الأوبرا له معنى كبير جدا، وأصبح هنالك دخول التقنيات فيها. كان العمل طبعا مع واحد من المخرج العالمي دانييلي دي باسكا، كان هو المخرج العمل. وأنا أذكر أول ما بدأنا العمل معه، وهو فنان عظيم مليء بالعجرة وعجب نرجسي مجنون أستاذ، وهو الذي ماذا يعرفونكم وأحد مؤسسين شركة زيليك. في اللقاء الأول نشرت القهوة على الأوراق المشتركة بيننا، وفي اللقاء الثاني كنت مهددا أقول لولا ما أنتم بأكبر مني 40 سنة كنت طبعا كان لابد من هذه الحدود الإبداعية كلها يدفع الآخر، ولكن استطعنا أن نقدم حالة يعني رائعة، أفضل ما كانت عنده وأفضل مما كانت لدي. أنا كنت أريد الذهاب إلى البديع، الذهاب إلى الإمام، الذهاب إلى هذا إلى مفهوم الإبادة ومفهوم الحرب. كنت أريد الذهاب إليه بأقصى ما يمكن، وهذا أيضا أحد أشكال الأوبرا. لكن كان دانييلي عكسي تماما، كان يريد الذهاب إلى السلام يدل على الحرب. أنا كنت أريد الذهاب إلى الموت. فكانت المشهدية التي بعضهم رآها أو رأيتها بالصور في مسألة الدماء ومسألة، أنا مبسوط جدا بهذا المشروع. أنا أعتقد أنه مشروع ناجح في تاريخ المسرح العربي في الفترة الأخيرة. أقول هذا بوصفي يعني أحد أفراد الفريق الذي عمل على هذا المشروع، ولكن في المعايير الجمالية يبقى هذا المشروع صراحة رمز ونفخر فيه يعني في العالم العربي. اليوم أوبرا اليونانا مسجلة في موقع دي أوبرا كعمل رسمي، وهذا الموقع لا يسجل آخر 20 سنة إلى 10 مشاريع حول العالم. يعني أنا فعلا سعيد فيه، وسعادتي زادت اليوم باحتفاء مع القاهرة الكتاب في هذه التجربة. أنا آسف أنا طولت كثيرا، فلا يفيدكم. الله يعطيكم، شكرا جزيلا وآسف على الإطالة. يمكن من كلام الأستاذ صالح وضح لنا رؤية المشروع والنص. ننتقل الآن لزاوية نقدية مع الدكتور مدحت كاشف. يمكن الدكتور مدحت تجربة اشتغل على صورة قديمة جدا قائمة على الوضوء التي لا يصغى إليها، وهي بنية تراجيدية معروفة في تاريخ المسرح. يمكن السؤال لحضرتك من زاوية درامية، هل نجحت أوبرا زرقاء اليمامة في تحويل هذه البنية التراثية إلى توتر درامي معاصر، ولا ظلت الأسطورة هي الغالبة على حساب الدراما المسرحية؟ أولا مساء الخير على الجميع، وأنا بشكر معرض القاهرة الدولي للكتاب على هذه الدعوة الكريمة، وبشكر صديقي الأستاذ الشاعر الكبير صالح فنان على مشاركتي في هذه الندوة، حيث كان من الشرف أن دعيت إلى مشاهدة هذا العرض الأبيض بدعوة كريمة من الأستاذ سلطان النبعي في المسرح الفنون الأدائية. الحقيقة عندما تلقيت الدعوة وأنا كنت أعلم أن الأستاذ صالح شغال على زمن الأمر الأوبرا القديم، وأنا أعلم تماما وهو صديق قديم مدى تطوره كشاعر لازم يدخل في عالم المسرح. حقيقة الأمر يعني أنا أعرف بس حابب أوضح الحكاية.
ان هو ليس مجرد شاعر عادي، ولكن هو شاعر بيحمل مجموعه من الصور البليغه النهائيه في التعبير عن الافكار التي تحمل تأويلات مختلفه. ده بشكل عام في نصوصه الشعريه او في نصوصه المسرحيه التي كتبت شعرا والتي كتبت نثرا. وعلى فكره صالح زمانين ده شخصيه عقليه، مش اي يعني ترجمت اعماله الى لغات اجنبيه منها لغات في شرق اسيا كده. فالحقيقه يعني هو متمرد على حتى واقعه الشعري فيذهب الى خارج الحدود. عندما فكر صالح زمانين في انه يعمل اوبرا، فدي كانت المؤامره الكبرى اللي اكيد طبعا يعني لولا الدعم اللي قدمته الدوله المملكه العربيه السعوديه الصوت هناك ولا هيعمل ايه؟ في حاجات معاه؟ ربما يكون الامر شويه يبقى صعب في حاجات معاه. نكمل على الصوت هنا. صالح زمانين الصوت هنا. ان هو جزء من مشروع قومي خلق او انشاء مجتمع جديد في المملكه العربيه السعوديه في تطوير ثقافه المجتمع السعودي على المستوى الداخلي او على مستوى العربيه اصلا. انا اشهد ذلك من خلال الاعمال اللي انا شاهدتها له. يعني هو له عملين تانيين على فكره الاوبرا زرقاء اليمن، كان في عرض مهم جدا نصت فيه كل شعراء الجزيره العربيه في عرض واحد. الحقيقه كان عرض ممتع جدا اسمه رسوم وطن دول شخصيتين يعني. والعرض الاخير اللي اتعمل السنه اللي فاتت عن تاريخ المملكه العربيه السعوديه هو عرض برضه جراند بيزنطين. يعني الحقيقه هو بيلجا للصعب. اما بالنسبه لزرقاء اليمامه وهي اسطوره ربما يكون استلهمها كثير من الشعراء وكثير من الادباء. يعني هي دائما على حد تعبير صلاح زمانين ان هي حاضره في الادب العربي بشكل عام. لان هي اصبحت حاضره هنا كرمز يحمل تأويلات متنوعة متناقضة، ربما يعني تبقى يعني بعيدة الأفق. وده اللي خلاها صالحة إنها تبقى أوبرا. وبعدين ده يدخلنا في الفن الأصعب وهو إن أنا أقدم أول أوبرا سعودية. طبعا دي مؤامرة محفوظة المخاطر، خاصة إن أنا هجهز أو هعمل جيش مكون من عدة دول مختلفة، مفنانين من دول مختلفة تصل إلى 22 دولة، منهم طبعا الأساتذة الأفاضل الأصدقاء من مصر المايسترو منايب والأستاذة دينا اسكندر وآخرين الحقيقة، سواء في أدوار صغيرة أو أدوار كبيرة. بس الحقيقة كانت المسألة هو تدشين فن الأوبرا في المملكة العربية السعودية، هو ده الحدث الأهم. وان الاوبرا دي تبقى عربيه وننطقها بالعربيه، رغم انها ننطقها بالعربيه الا ان كان في برضه ترجمه، لانه الاجانب هم بينطقوا العربي حتى بالشكل الاوبراني برضه ربما بيفضل بعض الالفاظ، فكان في ترجمه الحقيقه كانت في اي حجه بالنسبه لنا خالص. ما امتعني في هذا العرض أن معرض الأوبرا متميز عن أوبرات كثير جدا من الأوبرات الشهيرة في العالم، وهو الجانب البصري في الحكاية. الجانب المسرحي ما بقاش المغني يدخل يقول المونولوج هو بيقوله دلوقتي وبعدين يخرج، لا، ده عملية دخوله وخروجه فيها نوع من التعبير وفيها معنى وفيها يعني جزء من سينوغرافيا كامله هي تستخدم فيها المخرج المرئي والإخراج، يعني بعض المظاهر التكنولوجيا في الإضاءة. يعني الحقيقه كان عرض ممتع بصريا وفكريا وذهب بينا وحلق الى اباد البعيد. اسف على التطويل، بس هي كانت مقدمه مهمه جدا عشان ادخل في الاجابه على سؤال الاستاذ فاضل. الأسطورة العربية الخاصة بزرقاء اليمامة هي أسطورة أثرية وتحتمل تأويلات كتير جدا.
والحقيقه عندما اختار صالح زملان هذه الشخصيه، انا اعتقد ان هو جربها من محتواها، يعني من محتواها التاريخي، تصبح فكره البصيره عندها اللي هي يعني مكمن الاسطوره، هي القاعده اللي بينطلق عليها في تأليف نصه. وحكايه تأليف نصه دي برضه يعني هي مرت بمراحل، يعني هو كان نص عادي شبه النص المسرحي، ثم ادرك انه لازم يبقى ده نص اوبرائي للكاتب، فده خلاه يدخل المدرسه ويذاكر من اول وجديد عشان يعني يحقق التحدي اللي هو كان بيدور عليه. وانا اعتقد انه الى حد كبير جدا كانت النتيجه فوق الرائعه، وفي النهايه قدم عرض ممتع واضح وراه جهد طويل جدا من الزمن والجهد والامكانيات الماديه. الحقيقه كل ده كان يعني مقومات نجاح هذه الاوبرا لتصبح فعلا اول اوبرا سعوديه. وحكايه اول اوبرا سعوديه دي، واحنا هنا في مصر دايما يعني نقول ايه، احنا اول اوبرا مصريه، اول اوبرا مش عارف ايه، يعني نبحث دايما عن حكايه اول. لكن يحسب لصالح زملان في هذا العمل العظيم بان هي فعلا دشنت فن الاوبرا في وقت مهم جدا في تاريخ المملكه العربيه السعوديه وفي تاريخ الوطن العربي كله. وكان التوفيق في اختيار اسطوره زرقاء. ننتقل الى الجانب الموسيقي مع المايسترو داير ناجي. وقيادة الأوركسترا الأوبرا زي زرقاء الإمامة بتختلف أكيد عن الأعمال الأوبرالية. سؤالي لحضرتك، إيه كان أصعب تحدي موسيقي تخوض الأوركسترا زرقاء الإمامة؟ هل هو في إيقاع اللغة العربية ولا مخارج الحروف؟ ولا تحقيق التوازن بين صوت المغني والدماغ الأوركسترا؟ خصوصا إني عارف إن المشاركين كان فيهم ما بين عرب وغير عرب. طيب انا في البدايه طبعا بشكركم جدا على تعريفنا في معرض الكتاب العريق، وبشكر جدا الاستاذ صالح انه افتكرنا وكلمنا حقيقي، وكمان الاستاذ سلطان هو خرج دلوقتي. يعني حقيقه وقت ثري جدا جدا قضيناه في الرياض لمده شهر، وقبليه اكثر من سنتين اعداد لهذا المشروع العظيم. أنا هرد على حضرتك من خلال إن أنا أشرح إيه كان عملي داخل هذا المشروع. أنا كان عندي شغلانتين. أولاً إن أنا اشتغلت مع مغنيين الأوبرا العالميين على مخارج الألفاظ العربية. ككوتش، دي شغلانة اسمها كوتش. ده كان شغلي في دار الأوبرا المصرية قبل القيادة لمدة 15 سنة يعني. طبعا الشغل على اللغه العربيه لغه صعبه في النطق، حلقيه. طبعا دينا تقدر تتكلم عن الحروف الحلقيه وكده افضل مني. بس احنا ما رحناش واحنا بنشتغل على الموضوع ده في فكره التحدي، على طول تحدي، لا هو مش كده. الاوبرات موجوده بكل لغات العالم، وكل الفنانين من كل الدنيا بيغنوها. يعني المغني الروسي بيغني اوبرات طلياني، المغني الالماني ممكن يغني اوبرا بالاسباني. فخلاص يعني قلنا ايه بقى؟ هنقعد نقول العربي وبتاع والنوت العاليه، وان اللغه العربيه لازم تتغنى في الصدر، يعني صوت اسمه التشيست فويس زي الموسيقى العربيه. خلاص عايزين نطلع بره الموضوع ده. لو احنا عايزين فننا وموسيقانا يبقى سفير لثقافتنا العربيه ويروح كل حته في الدنيا، لازم نتعامل مع اللغه العربيه على انها زي اي لغه. هتتغنى ونحاول نطلع بافضل شيء منها، وهو ده التحدي اللي اشتغلنا مع السوليستات. الحقيقه خدمني جدا في الشغل معاهم هم جوده السوليستات اللي بتمثل. يعني هم عالميين حقيقي موجودين بيغنوا في كل، طبعا بقياده تيم سارة كوندي اللي هي كانت يعني الزرقاء الامامه شخصيا يعني.
مستوى فني رائع مكتمل من كل النواحي الصوتيه والفكريه كلهم. فانت بتشتغل بس على اللغه، فانت بتبني الدور الصوتي لنفسه. فدي طبعا كانت حاجه يعني انا شخصيا استمتعت بيها جدا، ولينا كمان يعني اشتغلنا مع المستويات الفنيه دي. الواحده بتنتقل في مستوى تاني وتشتغل على حاجات مختلفه عن مجرد النمط والنطق. فدي كانت الحقيقه الشغلانه الاولى ليه. اختياري في الاول ما كانش اختياري، كان ككوتش بس، لكن لما عدد العروض بقت 8 بقوا 10، فطبعا تعمل 10 بكاست واحد كان صعب جدا، فلازم يكون في كاست 2 كاست. فانا خدت الاوبرا في عرضين من ال10. عشان اتكلم عن موضوع سؤال حضرتك قيادته ايه الفرق ما بينه كده، لازم نيجي اتكلم عن الموسيقى نفسها. الوضع موسيقى الاوبرا دي هو المؤلف الاسترالي لي باتشي، مؤلف طبعا معاصر. عايز اتكلم بسرعه جدا عن الحداثه في تاليف الاوبرا. احنا اول ما يعني احنا كفنانين كلاسيكيين اول ما تيجي سيره الحداثه بنقلق. طبعا هاني حسن طبعا فنان الاوبرا، فنان الباليه العربي بعد يعني الصوره موجوده. الحداثه بالنسبه لنا في الفنون الموسيقيه يعني تنافر، يعني نشاز، يعني الاصوات الاوركستراليه العجيبه، يعني زي ما في الفن التشكيلي الابستراكت وكده. وباول ما يعني للاسف دي فكره خاطئه جدا، لان الحداثه نفسها مرت بعصور مختلفه. يعني احنا اول ما بنقول كلمه اوبرا بنفتكر الرياضه، بنفتكر ليبريتو، عايده، دي الاوبرا. لكن ما بعد سترافينسكي اللي هو بدايه القرن العشرين ابتدت الحداثه تاخد اشكال مختلفه. وفي كل مكان يعني الحداثه اللي حطها فاغنر في نهايه ال 19 غير الحداثه اللي حطها بوتشيني في الاوبرات الاكثر عاطفيه ممكن لغايه سنه 24 المتوفى. وبعدين الاوبرات ابتدت تاخد منقى لغايه لما وصلت قمة الحداثة وما بعد الحداثة، وهي الحقيقة فترة السبعينات. فكانت قمة التنافر وقمة استخدام الصوت البشري والصوت الأوركسترالي خارج النطاق الطبيعي اللي احنا ممكن نتخيله. يعني أنا أفتكر عرض أوبرا ملك لير لمؤلف مؤلف من القرن العشرين اسمه جوشمان، كتبت سنة 66. يعني الحقيقة دي انبسطت من العرض عشان الغنى كان كويس، بس يعني أنا 3 ساعات أنا كموسيقي يعني كان صعب بالنسبة لي جدا الاستقبال إن أنا أستخدم الأصوات الأوركسترالية خارج النطاق اللي أنا متعود عليه كطريقة. يعني أنا كان تساؤلي لو انت عايز تطلع الاصوات دي من شيء، ليه تستخدم الاوركسترا؟ ما تستخدم حاجات سينثيتك الكترونيك. لكن ده بقى قمه، وطبعا فيها يعني حاجه كونتروفيرشال نقدر نقعد نتكلم فيها يعني ساعه. لكن ما بعد السبعينات التاليف الاوبرالي ابتدى ياخد منها اكثر استساغه للودن البشريه، لكن بدون تقليد للرومانتيكيه والفيرزي وبوتشيني. ابتدى ياخد الوان مختلفه اكثر قبولا، قايمه على النص وقايمه على الفكر اللي ورا الكتاب. بمعنى ايه؟ انه احنا دايما كفنانين كموسيقيين الاوبرا مرتبطه تماما باسم المؤلف، باسم المؤلف الموسيقي. يعني احنا نعمل اوبرات فيرزي، اوبرات فاغنر، لكن مين يعرف ان جيسلانزوني كاتب عايده وبومارشيه كاتب دون فيجارو يعني. لكن الكتابه بتاعت استاذ صالح الشعريه اضفت على الموسيقى بتاعت باتشو قوه كبيره جدا كمان، لانه اللي بيتقال مش بس ان الموسيقى كانت اكثر من رائعه، لكن هي بتتكلم بشعر قوي جدا، والشعر اقوى من الليبريتو النثري.
الشعر الموزون اقوى من الليبريتو ناس كتير، ومش كتير اوبرات مكتوبه على اشعار. اغلب الاوبرات مكتوبه على الليبريتو ناس. موسيقى ليبراتشو كانت بالنسبه لي انا فقط ممتازه. الحداثه مع ايجاد لون معبر تماما عن الدراما بدون استخدام تنافر يزود على الاوبرا واللغه العربيه صعوبه، فطلعت كل المشاهد في شكل يعني خيالي حقيقي بشكل استمتعت بكل مزوره زي ما بتكون مكتوبه. قدر يعبر بالظبط عن الفكره كمان بتاعت المخرج معترض عليها طالع في الاول من الحرب والاباده وكده، انه ازاي في الاخر بتنتهي الاوبرا دي مش بدرس زي الكلاسيكيه، لكن بشعور حقيقي داخلي انه لو احنا ما عرفناش نتعامل مع بعض سنتين، ازاي قدر يعبر سنوات الموسيقى عبرت عن كل حاجه. الاريات المختلفه كانت اريات كثيره احنا هنسمعها في الاخر، او اريات طبعا زرقاء مكتوبه بحنكه شديده والمجاميع الكورال، يعني اوبرا الحقيقه مكتمله الاركان تماما، تستحق انها تتواجد زي ما الاستاذ صالح قال في انسيكلوبيديا الاوبرا العالميه. وانا بشوف انه لو طلب مننا ان احنا نعرض الاوبرا دي في اكبر اماكن للاوبرا في العالم، متروبوليتان اوبرا، كوفنت جاردن لندن او السكالا، هتكون ممثل هايل للثقافه العربيه وللموسيقى والحداثه والجمال. احسنت. استاذه دي الغنى الاوبرالي معروف ان هو بيحتاج تحكم عالي جدا. ازاي قدرت توازن بين تحكم عالي ده وبين الاداء التمثيلي نفسه، خصوصا ان الاداء كان كويس في اللغه العربيه في الدراسه الخارجيه؟ اولا جزء من شخصيه مغني الاوبرا ان هو عايز يعمل حاجه فيها تحدي او حاجه فيها شبه استحاله يعني وان انت تبقى دايما مفيش نهايه اللي تقدر تحققه بصوتك او بشخصك او بجسمك او في الفن، يعني حاجه ملهاش قالب، ملهاش تحكم، مش حاجه واحده هتفضل تغنيها طول عمرك. الصوت بيتغير معاك وانت بتكبر، الآلة نفسها بتتغير، يعني اللي بيعزف البيانو هو انما انت في كل مرحلة صوتك حاجة تانية، شخصيتك حاجة تانية، وزي ما الصوت بيعبر عن البني آدم فانت تجاربك الحياتية بتخليك تغير الغنى بتاعك. فالأوبرا دي كانت تحدي كبير بالنسبة لي، أولاً لأنها بالعربي، لأن فن الأوبرا مبني على امتياز اللغات الجرمانية، فيبقى عندنا صعوبة أكتر زي ما كان نايف بيقول بسبب الحروف بتاعتنا الحلقية اللي هي بالطبيعة بتخلي الصوت راجع لورا شوية، وفي حين ان تكنيك الغنى الاوبرالي بيعتمد على استخدام الباول، الحروف الساكنه والحروف المتحركه في اللغات الاجنبيه ان هي بتحمل الصوت من مسافه بعيده، وبتستخدم الجمجمه في ان هي تعمل ذبذبات او يعمل ذبذبات يخلي الصوت ده ينطق. دي الاساسيات التكنيك. عشان نغني بالعربي مبدئيا قبل ما اجي لموضوع التمثيل، لانه العربي نفسه كان تحدي كبير، كان في جزء كبير من التجارب بالنسبه لي، ودي حاجه انا بحبها قوي، بحب اجرب طرق نطق مختلفه ما تكونش بتاثر على الصوت بتاع اللغه بتاعتنا، وفي نفس الوقت بتحقق التكنيك الاوبرالي، وبيبقى فيه جزء دراسه وجزء استماع وجزء سؤال لاخرين عملوا كده. يعني في تجارب في لبنان برضو، يعني حد مغني نعرفه عمل نظريه الغناء الاوبرالي اللغه العربيه،
وكنا سافرنا لبنان في الوقت ده، ويعني حكى لي عن التجربه دي، ودايما كان الموضوع ده في مخي. يعني ازاي هستخدم الحاجه دي لو المناسبه جت ان انا استخدمها يعني. طبعا احنا بنغني بالعربي في مصر وكل حاجه، لكن الكتابه مكتوبه في حسبانها قوي الغنى الاوبرائي، في حين انه التجارب الحديثه زي ما الناس كان بيقول ما فيهاش حدود. ما هو مش بيحدك لا في نظريه ولا في قانون، فهو المؤلف بياخد راحته ان هو يعني اكسبيرمنت، يجرب ايه الممكن وايه اللي مش ممكن، الصوت ممكن يعمل ايه. فطبعا دي من احسن المؤلفين اللي انا يعني تعرضت لهم في حياتي، ولكن هو بيحط تحدي جامد قوي على الصوت يعني. ف يعني هو في الاخر طبعا احنا بنتناقش، وهو كان عنده مرونه ان هو يعني نوصل لاحسن شكل يحقق الهدفين مع بعض، لكن هو مش بيكتب في القالب التقليدي خالص. يعني الاريا او الاغنيه اللي احنا هنغنيها في الاخر فيها صعوبه شديده، هي تبان المأساوي بقى هي تبان ان انت يعني ايه صعب ما انت بتغني ونوت عاديه وكده، لكن هو يعني في تكنيك الغنى الاوبرالي هو لازم تعدي بمراحل معينه قبل مثلا ما تغني النوت العاليه او كده. هو بياخدك من الواطي قوي للعالي قوي لحروف مثلا صعبه، نوت في نوته في جزء من الصوت اصلا صعب، يعني فيها تحديات كتيره يمكن مش بتبقى واضحه قوي للجمهور يعني. فكل ده بقى في مخك، وبعدين يجي جزء التمثيل. يعني الاوبرا بتخليك تقدر يعني تعبر بكل حاجه فيك عن يعني بكل اللي تقدر عليه عشان توصل الاحساس. والتمثيل بالنسبه لي كان في حريه شديده. دايما التمثيل على المسرح بالنسبه لي هو انت بتخرج عن شخصيتك الحقيقيه في العالم الحقيقي، وتقدر لمده معينه تعيش في حلم او تعمل حاجه انت ما ينفعش تعملها في الحقيقه. فهي فيها خلقه حريه يعني، وفيها يعني تخلي عن شخصيتك الحقيقيه. المخرج بقى ساعدنا جدا في الحاجه دي. نظرياته اللي هي كانت مش عايزه تعمل اي حاجه دمويه او مباشره، خلتنا انت يعني هتعبر عن الواقعه مثلا اللي هي فيها تعدي على الشخصيه بتاعتي، تعدي جسدي، انه يتعبر عنه برد فعلها بعد الواقعه نفسها مش عاجباك، انما انت ازاي تحسس الجمهور ان انت فعلا في الالم ده، او ان انت فعلا حد تعدى عليك. وهو في نظريتين في التمثيل حضرتك قادره. النظريه اللي هي انا هتخيل ان انا الشخص ده واعيش التجربه دي، او شخصيه او ان التجربه بعيده عني وانا بمثل يعني كاني خارجها. مش صح الكلام ده؟ فانا عاده يعني بميل اكتر ان انا احط نفسي مكان الشخصيه دي، واحاول احس فعلا انت ممكن تحس بايه، وبسيب التعبير العفوي بالجسم هو اللي يعني يحاول يوصل الاحساس او المعنى. بس انت لازم تعمل كل ده وانت في مخك انا بتنفس بالطريقه دي، انا بستخدم عضلات الفك بالطريقه دي، انا هنطق هنا كذا، انا هفتح زوري. يعني هو بيبقى تحدي جامد قوي ان انت تركز في كل الحاجات دي مع بعض. بس في المقابل المتعه بتاعت غناء الاوبرا والتمثيل في نفس الوقت لا تضاهى. خلونا نرجع للصورة الثانية. دايما حضرتك بتفرق بين البصر والبصيرة. خلينا ازاي قدمت شخصية زرقاء مش بس كامرأة ترى بعيد، لكن كصاحبة رؤى وتأويل وحكمة.
اختيارك الأوبرا ده كان مرتبط بالفكرة دي؟ يعني هل حسيت إن فن الأوبرا بما فيه امتداد صوتي ودرامي هذا هو الشق الأكبر على التعبير عن هذا التناسق بين ما تراه زرقاء وبين أهلها أو القوم بتاعها؟ نعم، لأني ذكرت هذا بشكل يعني آخر مملة. يعني نعم، زرقاء اليمامة كقصة كأسطورة بس داخلها دراما عالية جدا، هذا جيلي واضح. ولكن هذا الشكل غنائي، أتكلم عن الأوراق، هو بالنسبة أو هكذا تخيل هو ينتمي للعويل والجراح، هو ينتمي ويخرج من الروح من الأماكن المظلمة البعيدة. فبطبيعة الحال كان يعني من البدء زرقاء اليمامة مثالية جدا لأن تكون أوبرا في موضوع آخر يعني ذكرني بالنسبة. اسمح لي، بعد ما انصرفنا المشروع فأنا كان عندي أيضا هم آخر أو هم دبينة، وهو أني أريد إعادة زرقاء اليمامة إلى موطنها الأصلي. زرقاء اليمامة استلمت في كثير وبعيد خصوصا بالغرب. زرقاء اليمامة موجودة عند شكسبير، يعني موجودة. الجنود يحملون الأشجار، لا يمكن هذه إلا أن تكون في هذه الحكاية. شكسبير لعله اطلع على أحد الترجمات، كنت مهتم بأن تعود يعني إلى موطنها الأصلي، ولكن تعود على شكل أوراق. هذا كان يعني كان بديع وكان حلم يعني، وكان يعني حاجة مهمة. بالنسبة لي الموضوع المرة أيضا يعني لا أريد أن نتحدث عن هذا دون ما يعني ألقي بحجر يعني في ثقافتنا العربية المشرقية تجاه المرأة. كان لابد يعني بشكل أو بآخر لأرى العمل هو انتصار للمرأة. يقتتلون يعني بسبب العبادة، فكان زرقاء اليمامة في صوت الحكمة. إضافة إلى ذلك داخل المخيلة العربية وداخل هذا المثل قلما أقصد المثل الحضاري قلما تأتي المرأة في سياق الحكمة والفلسفة. قد تأتي في سياق الجمال لا شك، تأتي في يعني، لكن الحكمة يعني يعني ممكن في الوثنيات الأقدم كانت تتواجد في مسألة ميتافيزيقية. أنا أتكلم عن شخصية عربية قائمة لها تأثير، تظل الآلهة يعني صنعت مخيلة بعيدة عالية، لكن زرقاء اليمامة كحكيمة كفيلسوفة أعتقد هذا واضح أصلا في بنية الأسطورة نفسها. لكن أنا جعلت الموضوع بالغت يعني فيه العمل. على سبيل المثال عندما يعني أقول هذا، أنا جعلت جوقة العرب البائدة زرقاء اليمامة تستطيع أن تتحدث معهم فرعون رغم أنهم غير، فكانت هي الشخصية القادرة على والحديث معهم. طبعا هذا يجي دلالة. يعني ذلك لم اكيد كان لابد اني اجعلها ترى البعيد. مثلا لما جاء جيش حسان تكبر فهي تقول ان الشجر يمشي، اكيد يعني هذه حاله دراميه عاليه لا مجال للانسحاب منها. ولكن كنت مهتم ايضا جدا
بأنها تعتقد أنهم سيبادون بسبب حكمتها. هي ترى المسألة هي تعيها القتل سيكون قتل، عملية يقوم بالاعتداء على نساء جديس، يفترع بكل امرأة بليلة زواجها كحكم على هذه القبيلة. فعندما يأتي قتله هي عندها مشكلة، وهذا الملك الجائر اقتلوه، لماذا تباد قبيلة بالكلام؟ ثم تتخيلي ترى بحكمتها طبعا هذا لن ينتهي على خير، يعني والإبادة ستأتي بإبادة وهكذا. النقطة الرابعة أن هنالك شجرة في التراث بنيت عليها القصة الكاملة لرياح بن مرة، وهو في التراث اسمه رباح بن مرة. أنا سميته رياح لأنه يذهب من نجد إلى اليمن. فأيضا جعلته أخو زرقاء اليمامة من الرضاعة. أنا كنت أريد أن أزيد آلامه مسكين. لماذا؟ لأنها استطاعت إنقاذه في عملية إبادة قبيلة قصر. أكيد أنا كنت عندي تداعيات ثقافية متعددة تخص موضوع البصيرة وحكمة المرأة، فيما يخص الثقافة المعاصرة، فيما يخص الجماليات طبعا الدرامية لأسباب كثيرة، ولكن نعم كان هذا يعني ضخم جليل. إزاء تهور الرجل طبعا في تهورها وفي طبعها، حتى العاشق ضعيف، لم يكن الفارس العربي كما تنادي لهم الحكاية العربية. فكان هذا متعمد. نعم. يعني بما ان كان في مشاركات من الاساتذه الطلاب، يعني خلينا نفتح باب المشاركات. حابين نعمل مداخلات على حضراتكم طبعا. كانت التجربه زي ما قلنا مناقشات ساخنه حول التجربه، فنتشرف بمداخلات حضراتكم. طبعا برحب بالاساتذه الكبار وعلى الصوت طبعا دكتور احمد بجاد، دكتور سلطان البزعي، دكتور سامح مهران، والدكتور نسيم الخطيب، والناقد احمد الخميس، والدكتور محمد الشافعي، والسفير علي مهدي، وباقي الاساتذه طبعا في راسنا يعني. دكتور سامح مهران، دكتور سامح مهران رئيس مهرجان القاهره الدولي للمسرح التجريبي واستاذ يعني. الحقيقه انا سعيد جدا بالتجربه، طبعا احيي كل العاملين فيها، لكن انا حاسس ان المنصه داخليه. بمعنى يعني الدكتور مدحت قال ان العمل يحتمل تاويلات، ما اشارش الى ولا تاويل واحد. ده واحد. المايسترو بيتكلم عن الحداثه وبرضه انا كان لازم يعني اخد اطلاله ازاي العمل، لان مثلا لما بقى الحداثه في الجاكستابوزيشنز، يعني تجارب الابطال رغم والحداثه قايمه على التشكيك في الايقونات القديمه. فانا برضه يعني عايز افهم، يعني انا ما قريتش لسه الكتاب هو لسه، وانا بعتذر ان انا جات لي دعوه لمشاهدته في الرياض في ظروف الصحه. لكن مع هذا الوقت انا استفدت استفاده كبيره، وبحيي طبعا صناع العمل اللي احنا بننقله. شكرا جزيلا. كل تحيه طبعا. ناخد مداخلات الكاميرا وبعد كده ممكن نجيب على الاسئله. اتفضل. مش استاذ احمد خميس اركب مع السفير. مساء الخير عليكم، وشكرا جزيلا
صعب الكتاب وفتوح المجاهد على الاصطلاح ندوة عن الإخلاء الإمامة في القاهرة. ده موضوع يعني بالنسبة لنا كلنا وطن عربي موضوع شيق. يعني أنا بس هيبقى في أسئلة خاصة بفكرة الاشتغال الدراماتورجي الصالح، اشتغال الدراماتورجي على النص كان طويل. وأنا من ضمن أصدقائي الدكتور خالد أمين يكلمني على فكرة عرض الجامعة الناس من 22 دولة. يعني اتكلمنا على فكرة الدراماتورجيا كيف تم تحويل النص الطويل اللي انت اشرت اليه لسه ما قلناش النص. اتكلمنا عن الفكرة بتاعت التحويل من نص طويل إلى نص درامي، نص يعني قائم على الأصوات، الأوبرا قائمة على الغنى بشكل أساسي. دي حاجة. الحاجة الثانية عايزين نتكلم يعني بشكل مكثف عن الإنتاج. تمام؟ عن الجمهور، كيف تم استقبال العرض في السعودية بشكل عام، وهل تم تقديم العرض في يعني البلاد الأوروبية أو لا؟ و يعني سعر التيكت بالنسبة للمتوقف في السعودية واستقبال الجمهور السعودي للمسألة شكله كان عامل ازاي؟ تجانس يعني ايه الدول، الناس اللي هي من دول متعددة مع الفكرة والاشتغال عليها في السودان. أشار لحاجة مهمة جدا، إنه المغني الأوبراني يعرف يتحول من صوت لصوت بسهولة. وإنه كانت المشكلة عندنا فقط اللي هي في التحويل للمغني باللغة العربية الفصحى. يعني مسألة محتاجة تتشبع في الحديث عنها، لأن الموضوع صعب ومقلق. فأتمنى بس تشيروا عليه بشكل كويس. شكرا لضيوفك أستاذ عبد الخميس، وننتقل إلى معالي السفير علي مهدي. شكرا فيك. أولا أنا أشكر الدكتور أحمد على هذه النصائح. لم يعد الأمر كتاب تصفح بالحوار يفتح لنا وبين المستقبل هذا المشروع صالح على مصالح السنوات. وبحسن حظي أن جلسنا لأيام واحد من كان تحكيم المهرجانات العربية تحاور. كنت يعني أتكي كثيرا على آراء الحادث وآراء القاطع. لما قرأت الندوة الأوبرا السعودية في معرض الكتاب قلت يعني أن أدرك الندوة يعني أستزيد غربة في هذا النوع من الكتاب وتزيد المسافة بيني وبينها كذا. ولكن حقيقة قبل أن تسمع قبل أن بدأت بالبداية عشان لما يكون شوية صعب. لذلك هذه التجربة هذه التجربة ينبغي أن تذهب أكثر. ليش يعني؟ قبل أن نشاهد العرض يعني تخيلت أن يعرض هذا العمل على مسرح معهد العالم العربي في باريس، أن يذهب إلى مركز كندي للفنون في واشنطن، أن يذهب إلى ساحات الأمم المتحدة عندما قعد تستطيع حوارات حول السلام ما فيها فنون تتكلم عن الموضوع. الفكرة اللي ذهب عليها اشتكى على الأسواق، اشتكى على تقاليد، اشتكى على حكاية معروفة بيننا وبين وحكاية يعني ذكارية أماما الظاهر فيها النظر أنها البصيرة، ولكن كانت الظاهر فيها حكمة ساكنة في فكرة أنها سيدة. هذا أمر مهم جدا في أغلب الأوقات اللي يعاني منها المجتمع العربي والعربي السعودي من سوء الشأن وكذا. كانت هذه السيدة تعبر عن آفاق جدا المستقبل. أنا والله قصدت أن أكون سعيد في هذه الجلسة لأنه كان يكون غربة تزيد بينه وبين الفنون العربية. أنا سعيد بأنه هذا العمل يقربنا بين الغرب الأدنى والأقصى، ولكن هذا العمل ينبغي أن يذهب. أنا أوصي موجود، أنا أوصي أن يذهب هذا العمل إلى آفاق أوسع، يعرف إلى أي مدى ليست هناك مسافة بيننا وبين الفنون الحديثة كالأوبرا وبينها وبينها. الأوبرا ليست من الفنون الكلاسيكية، لأنه الإقرار بأنه هكذا فنون بعيدة عن أصول الفنون العربية، أن تفرق العنصر بين العربية والعربية
ما عاد ممكن الان في هذا التواصل، ونحن فين؟ نحن في معرض القاهره للكتاب، وهذه اشاره مهمه جدا، اشاره اسمح لي نيابه عنك، هذه اشاره حكوميه قبل ان تكون اشاره صناعيه، اشاره دوله، انه الدوله التي تقيم هذا المعرض تعترف بالتجديد في صنع العرض العربيه، هذا تجديد في صنع العرض العربيه، وانا اجمح دائما نحو التغيير الممكن، وانا في العقد السابق يعني، لكن افكر ايضا بضروره الشكر. لا اشكرك، انا والله سعيد، شكرا اعطيتك، ولكن هذه معاني الفرحه يعني دكتور انت راجل مبشر عشان كده جميل المسلمين، هذه معاني الفرحه بان نشهد هذا الموسيقيين والمغنيين العرب والمصريين الافارقه يشاركوا في هذا الفعل. الناس تعتقد انه بعيد عن ثقافتنا، نحن لا نختلف من هكذا الفنون. اعتقد صالح اخي وحبيبي استطاع ان يسبح البحر، وعلينا ان نمشي بعد اذنك يا دكتور مهران، ان نمشي في طريق اكثر، وان يعرض هذا العرض هنا. لا طبعا انا سيدي يعني البركات. لكن انت ما قلت انت عمرك تفتح الابواب يعني، تفتح العرض بفرجه اكبر ان شاء الله في اكتوبر كنا الله يكرمك فيه. شكرا. شكرا معالي السفير طبعا راحة. دكتور محمد سمير الخطيب. مساء الخير. طبعا انا سعيد ان انا موجود معاكم، وسعيد ان انا موجود في معرض الكتاب بهذه الدوره الفارقه، وبشكر الدكتور احمد جهاد. انا بس عندي سؤالين كده. دايما عندنا لما بيجي فن وافد بتحصل دي عمليه تبيان. يعني لما جه برضه ما لقاش دخل المسرح فحاول يبتكر نوع من انواع الموائمات حتى يتناسب مع تركيب الثقافه العربيه، وقال اللي هو الغنى والمزيكا والكلام ده. هو السؤال بس الاستاذ صالح زنان، هل يا ترى واجهت بعض التحديات اثناء كتابتك للاوبرا او في هذا الموضوع؟ احنا دايما احنا نعرفها ان انا شايف ان دي نقطه مهمه جدا. ايه الموائمات؟ طب ايه مهندسات التكوين العربي اللي دخل في الموضوع، او ازاي عرفت توائم بين السيره الغربيه والسيره العربيه؟ طبعا انا بالنسبه لي انا تجربه كانت حضرتك بتقولوا دلوقتي انا فكرتني بتجربه مهمه اللي هي في بعض الاحيان اشتراك الجنسيات مختلفه في تركيبه الاوبرا نفسها. انا شايف ان دي تجربه مهمه جدا، ازاي لغه التواصل اللي حضرتك قلت لنا مع اتعاملت مع مخرج كان في بعض الاحيان بعض الصراعات او بعض النقاشات الحاده بينكم وبين بعضكم. السؤال ده انا بالنسبه لي انا برضه مهم. هل يا ترى انت ليك مع اهتمامات او ليك ابداعات متعدده سواء كشاعر او نص مسرحي؟ يعني يا ترى القدره دي وكتابتها هتبقى تجربه وعدت، ولا انت هتصر وهتمشي في هذا الاتجاه وفي هذا الخط؟ ولما تصر وهتمشي في هذا الاتجاه وهذا الخط طبعا اكيد هل يا ترى في شخصيه ثانيه غير زرقاء اليابانه شايفها هتبقى مناسبه لهذا الموضوع، ولا هو انت شايف ان هذا الموضوع يليق على ده او طبعا انا بشكركم، وطبعا كان نفسي اتفرج على العمل وانا اظن انها تجربه تستحق ان تشاهد، وشكرا لكم. شكرا. دكتور محمد الشافعي مصطلح عن التكريم. مساء الخير، شكرا لحضرتك، شكرا دكتور احمد مجاهد على الفرصه اللي عطيتها دي. يعني انا بصراحه عايز ادي الغاء حق، انا عايز اتكلم عن فرنزي دي باسكت المخرج. طبعا هو زي ما حضرتك اشرت كده ان هو احد مخرجي سيرك دو سوليل، وطبعا دي مؤسسه كبيره جدا، وانا عندي سؤال واشاده. انا بشيد طبعا بانك يعني استعنت بمخرج زي ده، خاصه ان حضرتك كمان ليك تجربه قبل كده مع مخرج تاني برضه مهم اللي هو فرانكو دراجوني. ففكره ان تتجه للنوع ده من المخرجين مع النوع ده من الانتاج، خاصه ان هو معروف عن عروضهم دايما ان هم بيعملوا عروض ميجا ميوزيكال، والميجا هنا مش بس في شكل العرض لكن كمان في التكلفه بتاعته. وانا يعني كنت شفت في مره حوار لفرنز دي باسكا وهو بيتكلم عن تجربته في سيرك دو سوليل، واول مره بيخرج عندهم فجاي لي صاحب السيرك قال له احلم وانا هحقق لك اللي انت بتقوله. فاحنا كنا عايزين نعرف آلية التعامل معاه كانت عامله ازاي، وسر اختيارك ليه، وايه ازاي جات لك الجرأه انك تتخانق مع مخرج بهذا الانجاز وبهذا التاريخ، وطبعا ليك كل الحريه في انك تختلف معاه فنيا، لكن جات الخلاف وجهه النظر جت منين، وازاي عرفت تتعامل معاه، خاصه ان هو دايما بيشتغل زي ما انت قلت ان هو كان معاه 22 جنسيه ودايما بيشتغل مع مالتي ناشونالز في كل العروض بتاعته. فسر اختيارك ليه
واليه العمل معاه كانت عامله ازاي وشكل الانتاج كان شكله ايه؟ اشكرك. شكرا دكتور محمد. الدكتور احمد جاي مداخله. مساء الخير، انا بس عايز اشكركم على حضوركم، اشكركم على هذه التجربه الرائده في يعني في الابداع العربي بشكل عام. انا ما شفتش عربي وما قريتش ولذلك مش هتكلم عنه، انما انا عايز اقول ان انا مخيلتي عن الاوبرا دائما انها عمل موسيقي في الطراز الاول، وانها تحسب للمؤلف زي ما قال المايسترو بي. وزي ما قال برضه مش عايز بكرر الكلام ان معظم هذه الاوبرات نثر. طيب لما اجي انا اكتبها شعر عربي، والشعر العربي شعر غنائي له ايقاع وموسيقى قويه للغايه، وقد تهيمن على الملحن او يواجه مشكله ازاي يعمل دراما من هذا النسيج الغنائي الخاص. ولذلك يعني شوق طبعا للكلام والكلام رائع، انما انا نفسي اسمع عملته ده ازاي؟ لان هي دي المشكله الرئيسيه، مش المشكله الحدوته طبعا الرائعه وتوظيف التراث وهذا الاساس. واي عمل ابداعي مسرحي لابد ان يبدا من الورق، ولو لم يبدا من الورق يعني منتج ما مش هيحرك طريقه كل الناس. بس انا عايز اشوف كيف تمت من وجهه نظري هذه المعجزه في غناء اللغه العربيه اوبراليه. شكرا جزيلا. شكرا دكتور احمد. ننتقل الى الفنان هاني حسن، نعم الراقص الصوره. أول حاجة أهلا بيكم وأنا مبسوط جدا إن أنا موجود هنا في معرض الكتاب. المسيح دكتور أحمد مجاهد عن الأدوار الجميلة دي. طبعا أساتذتي كلهم هم الموجودين على المنصة، ليكم كل الاحترام والتقدير. أنا بس عندي كذا استفسار صغير كده. أول حاجة مبروك للمملكة العربية السعودية على إنتاج أول أوبرا باللغة العربية. وسؤالي بقى موجه لأخويا وزميلي أشرف عمر الناوي، يعني رقصنا مع بعض في جوه مصر، أولا رقصت هو قائد الأوركسترا أعمال كتيرة جدا. وطبعا بحيي المملكة العربية السعودية على اختيارنا في قيادة هذا العمل. احنا عملنا في مصر اوبرا انس الوجود قبل كده برضه باللغه العربيه. كنت عايز اسال حضرتك يعني ايه وجه الاختلاف ما بين زرقاء اليمامه وانس الوجود بالنسبه للصيغه كده؟ طبعا انا راجل راقص باليه، بسال استاذ صالح ليه عملت اوبرا ما عملتوش باليه مثلا؟ برضه تبقى حاجه جديده برضه. حاجه ثالثه، لا انا قصدي العرض نفسه. انا فاهم، انا شفت الصور، وكان نفسي كمان وكان نفسي يعني التلفزيون السعودي كان يذيع العرض ده مباشر عشان يبقى عندنا فرصه ان احنا نشوف العرض من اول لآخر ممثلين كده. شكرا لحضرتك. مش هيقدر يفوتنا مداخله من دكتور سلطان البزعي، مشرف العام على المشروع ورئيس هيئه الفنون الاداريه السابق ومستشار وزير الثقافه السابق. شكرا لك، مساء الخير للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا على مشاريع فرصة للإبداع. المنصة ربطت ما يختلف عن هذه التجربة في إلقاء انطباعات شخصية. راح أمسك بوصف فضل الدكتور كاشف الصالح، كان معروف كشاعر متحضر. الحقيقة تهمة هذه شملتنا جميعا في هيئة المسرح منذ رتبة كانت مبدعين في أوبرا زرقاء. كنا نبحث عن شخصية أوبرا في ذلك. لأن الحقيقة أنه لا ينفع أن يعطى العمل لكاتب ليس على استعداد لاستكشاف آفاق الأعمال العالمية. صالح كانت عنده هذه الميزة، وقابل أو قادر على البحث على
استزادة من التجارب. فتجاوزنا التحدي الأول بأنه قبل أنه يكتب العمل، وأيضا بدأنا نواجه التحديات الأخرى واحد تلو الآخر. كان من أهمها أنه تجميع فريق العمل، يعني كان عندنا حالة جدلية في أن ممكن عملية الإنتاج إلى أحد دور الأوبرا العالمية أو نوكلها إلى شركة إنتاج تجارية، أو إن يعني كان اختيار أخير إنه يعني يكون عندنا إنتاج فني من مجموعة من الخبراء اللي عملوا في دور الأوبرا، عملوا أوبرات سابقة وشاركوا في إنتاج أوبرات، لتجميع الفريق الأساسي هم المؤلف الموسيقي والمخرج، وبعدين أيضا الشركة السعودية كونت عملية الإنتاج والدعم اللوجستي للعمل، يعني تشكل فريق، هذا الفريق العالمي اللي تحدثنا عنه، اللي جمع فنيين وفنانين من 22 دولة سواء على الستيج أو باك ستيج. الآثار اللي حدثت يعني العرض بالرياض استمر أسبوعين تقريبا بعد جهد اللي استمر 3 سنوات أو أكثر، 3 سنوات ونصف لتجهيز هذا العمل والعمل عليه. تلقينا اتهامات كثيرة إنه يعني تركزون دور الأوبرا بينما المسرح التقليدي ما زال يحكم، بينما ليس لدينا دور مسرح كافية. يعني رجعنا لتكون يعني احنا امام مساله البيضه والدجاجه، وقررنا من انتاج البيضه والدجاجه معا كل القمح، بينما في الوقت اللي كانت هيئه المسرح الوطنيه تعمل على تطوير فرق المسرح السعودي وضع على الطريق الصحيح وقيام يعني التوجه نحو عمل احتراف حقيقي، كان العمل على انتاج من ابرز القادمه والمستمرين. النتائج يعني لن احاول الادعاء، لكن النتيجه الانتاج اللي حدث في شاهدت المايسترو نايل في بورنو في تشيف يدرب المغني والمؤدين على النطق باللغه العربيه وبصبر يعني شديد جدا، يدرب القرآن ايضا السلطان والدين كانت ايضا معنا في هذا الجهد المضاعف. كنت لما يعني افتتح العرض على مسرح مركز الملك فهد الثقافي في الرياض، وكانت صدمة كبيرة للجمهور ولنا من ردة فعل الجمهور. كنا نتوقع يصير فيها عزوف عن الجمهور، لكن كانت تصبح الموضوع عالية جدا. لفت نظري سيدة سعودية جاءت لي بعد أنا أسافر دائما إلى أوروبا وأحرص على حضور عروض مسرحية في أوروبا، لكن لما أشوف في مسرح في عرض أوروبي أجل الآن فصاحبا راح أبحث عن الموضوع. فأعتقد أنه وصلنا النتيجة في قبول، لكن عندنا أيضا صارت منصة عالمية لرواية التراث العربي نقلها إلى أي مكان في العالم. هذا بقبول شديد. شكرا للمايسترو نايل على هذا الاستعداد الجميل للعمل، لكن أيضا فعلا صار عندنا أداة رسمية هي يمكن أول قراءة ليس فقط ولكن أيضا أنه
كثير من الشجر يناسب العمل نجح لأنه كان وراه قدر كبير من الشرف عن جميع من عمل في هذا المشروع، بدءا من سمو الوزير وانتهاء بأصغر عامل في الهيئة أو في طرق الشركات المستثمرة. كلهم كانوا من هذا الوقت وهذا أعتقد سبب النجاح. شكرا جزيلا طبعا. نعم. تفضل. أستأذن لأقوم، فالجالسون هم أساتذتي وأنا تلميذ لهم، فأخوكم محمد بدر مولانا دكتور في اللغة العربية وآدابها ومدرس اللغة العربية وآدابها في جامعة جزر القمر، ولا أترك الفن لأن الفن هدفه وأساسه خدمة البشرية. وأهنئ الأستاذ المحاضر وأقول معلقا باختصار حول دقيقتين، فالزرقاء واليمامة أسطورة جاهلية عربية، لابد أن نستخلص العبرة في هذه الأسطورة وفي هذه القصة. لابد للعرب والمسلمين استخلاص العبرة في هذه الشخصية الأسطورية لتوسعة الرؤية العربية والإسلامية في مشروع كبير حول الرقي والتقدم والصدارة أمام القوى العظمى في عالمنا المعاصر. وأختم في أبيات حول استمتاعي في هذا المعرض الدولي العالمي في هذه الزيارة، في القصيدة لها 20 بيتا وأقتصر لقراءة 10 أبيات في مسبع عالمي، وأقول جوامع الحسين وعمرو والأزهر زينب والشافعي والمعرض منار، مسبع عالمي عولمي زانه معرض القاهرة الدولي والدار، معرض القاهرة الدولي للكتاب لدوره 57 مزار عالمي عولمي مهاب دوما أعجوبة الدهر نشرا وأخبار، زرته يوميا تشاركا واطلاعا، توقف القراءة قرونا تتأخر كما قال الأديب العالمي نجيب محفوظ. وعلى النابي الصاعد المستقل هل تقرأوا وتنتجوا فتزدهروا، زيارة علاجية ثقافية حلت القاهرة ومعالم الأزهار. وختاما جولات ثقافية تعبديا أزهر الأزهر الشريف والنحارير، وعمران فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ومعلم الاستئنار، تحية طيبة معطرة معلمها عز ومفخر الدهر والإقرار وشكرا. شكرا. طبعا حبينا عشان الوقت طبعا قليل جدا هنختتم هذه الندوه بجزء حي من اوبرا زرقاء اليمامه، الفقره اللي تجمع ما بين الموسيقى والصوت اللي اتكلمنا عنهم طوال الندوه. هيقدم لنا الفقره المايسترو الكبير ناير ناجي والفنانه دينا اسكندر. دكتور صالح، حضرتك تقول الشعر بتاع القرية النهائية أني كنت نهارا عزيز هذا يجيب لك صوت صح. ما يسمعكم مني أقرأ عليكم هذا المقطع يعني، وهو
آخر مشهد في العمل. يعني في اللحظة التي يتراكم على المسرح 312 طبعا برج، يعني برج من الجثث، فتخرج شخصية عفيرة في هذه اللحظة بعانق يعني زرقاء اليمامة، وتقول هذا. بطبيعة الحال كان بالنص الأول، وهذه كثير من أسئلتكم يعني مهمة، لكن لا مجال الوقت، لكن لعلنا يعني نتحدث لاحقا في بعض الخصائص. مثلا في البريتو كان مسألة مزعجة، كان هذا النص على لسان زرقاء اليمامة، لاحقا بالبريتو صار على لسان عفيرة. تقول طبعا بعد سن العينين هي لا ترى، ليتني كنت نهارا لأرى أقوام عرس آتية يثورون الحب فينا من جديد، ليتني كنت غدا ذاك البعيد يا بلاد العمر صبرا إنني أسمع أعراس الغد الآتي السعيد. ذات يوم حافل يا قومنا يطرق الأبواب إصباح جديد يا بلاد العمر صبرا إنني أسمع أعراس الغد الآتي السعيد. ذات يوم حافل يا قومنا يطرق الأبواب إصباح جديد.
جدا 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 احسنتم جدا والله كلنا عايزين زي الحقيقه احسنتم جدا وطبعا نظرا الوقت يعني مخصص نستمتع اكتر اكيد. حاجه كمان هنقول ان يعقب الندوه مباشره توقيع كتاب اوبرا زرقاء اليمامه سيره النص وقوه الاسطوره للكاتب المسرحي السعودي صالح زمانان بالقاعه مجاوره هذه القاعه. شكرا لحضراتكم طبعا وشكرا لكل الاساتذه اللي حضروا. شكرا جدا 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 ودايما مع الرجال في تقدم. وشكرا للدكتور احمد بجاي على هذه الاستضافه.